عمرك سألت نفسك انت ليه بتصحى كل يوم تعبان رغم انك نايم كويس؟ في الحقيقة الموضوع ملوش علاقة بالنوم خالص. الواقع ان روحك مليانة ثقوب. الثقب الاول هو ان انت بتسعى للكمال والمثالية بنسبة 100%، عاوز كل حاجة بيرفكت وكل حاجة مظبوطة. الثقب التاني هو ان انت اتعلمت ان انت تقول نعم لكل حاجة بتأذيك، لكل حاجة بتضرك، لكل حاجة مش في مصلحتك وانت مش مرتاح فيها. خوف من خسارة، خوف من وحدة، وليها اسباب تانية كتير بتختلف من شخص للآخر. النقطة التالتة وهي ان انت بتحاسب نفسك على اخطاء الماضي، بتبقى الجلاد لروحك على كل حاجة حصلت زمان، وعينك دايما بتروح للي فات وما بتروحش للمستقبل وتفكر ان هو ممكن يكون احسن. الحل الوحيد هنا وهو ان انت تبدأ تسد الثقوب دي، وده بيحصل ان انت تدرك ان اهم حاجة عندك في الحياة هي طاقتك. طاقتك لازم ان انت تحافظ عليها، لازم ان انت تقدر قيمتها، لان الطاقة لو راحت عمرها ما ينفع ترجع تاني زي الأول، وخسارتها هتبقى فعلا الخسارة اللي يتندم عليها يا صديقي.